شوالي طبعا المعلق الشهير الغني عن كل تعريف. صباح الخير. عايشك أول شيء. صباح الخير هنيا. صباح الخير جهاد. تحية للسادة المشاهدين عبر بي إن سبورتس. طيب حابين منك كلمة سريعة على تأهل الجزائر التاريخي يا عصام قبل كل شيء. ليش سريعة جهاد؟ خليه ياخذ وقته. خذ وقتك. والله الحقيقة المنتخب الجزائري شرف الكرة العربية، رفع رأس العرب في هذا المونديال بعد سنوات من القحط والجفاف. 20 سنة على تأهل آخر منتخب عربي، حقق انتصار من 16 عام العرب لم يفوزوا في كأس العالم، حقق أول رباعية في تاريخ كأس العالم للقارة الإفريقية، مكن القارة السمراء لأول مرة في تاريخها أنها تصعد بفريقين ومنتخبين للدور الثاني في مونديال في مملكة الكرة البرازيل. يظهر لي الجزائر قامت لنفسها بدور تاريخي وقدمت لإفريقيا مبادرة تاريخية أنها تكون أحق بمقعد سادس لنتائجها المميزة في هذه البطولة المونديالية. طيب خبرنا عصام، كيف تابعت مباراة البارحة؟ أين كنت؟ كيف تفاعلت مع المباراة؟ والله المباراة معناها تابعناها يعني بكل تلقائية. تابعت أنا وطارق وزميلنا علي محمد علي يعني في مطعم نتفرج وناكل، ولكن في الشوط الثاني تابعتها في الغرفة في الفندق وحدي. كما يظهر لي كل العرب الصادقين اللي يحبوا من قلوبهم الفوز المنتخب الجزائري. أعصاب بعد هدف التعادل ارتحنا شوية، لكن زدنا خوفنا. أثر فيا الحقيقة وأنا نسمع في التعليق البرازيلي، معلق البرازيلي، لحمك يقشعر لأنه أثر فينا كثيرا بتعليقه وإثنائه على أداء المنتخب الجزائري، لكن الأكثر جهاد وأنيا هو على الجمهور الجزائري. وقتك اللقطات تجي على التلقائية متاع الدعوات، متاع الصلوات، متاع الأعصاب، متاع الدموع اللي في العينين. ليموسيون هذه هم ممكن ما عندهمش كثير، رغم البرازيل شعب عاشق للكرة. فذاك الشعور بالوطنية، بحب الكرة، بحب المنتخب الجزائري. شفت وجوه عربية في استاد البارح شاركوا هذه الفرحة. يظل فرحة كبيرة، وكانت تلقائية شفنا قصدها عبر تويتر، عبر فيسبوك، عبر المنتديات. يعني إن شاء الله الحقيقة هي أفراحنا قليلة كرياضة عربية. الحمد لله أنها تعطينا مثل. الجزائر نحب أقول لهم شيء بركة. راي المثل الفرنسي يقول الشاهية تجي مع الأكل. المنتخب الجزائري عمل الأكثر من مطلوب، لكن يلزم يطمعنا أكثر. هذه كرة 90 دقيقة، المنتخب الجزائري يلزم يطمع في مباراة ثأرية للفريق الجزائري وليس للألماني. لأنه ألمانيا تلاعبت وتواطأ مع المنتخب النمساوي، ثم قد تكون المواجهة التاريخية متاع 4 جويي يعني ليلة مع المنتخب الفرنسي. إن شاء الله تكون كما قلنا. الجزائر تطلب ثأرها من ألمانيا.